في الفيديو ده هقول لك ازاي تبدأ بيزنس من غير ولا مليم ومن البيت. هقول لك ايه الخطوات اللي محتاج تمشي عليها، ازاي تلاقي عملاء من غير ما تصرف على اعلانات، وكل الادوات اللي محتاجها عشان تبدأ. انا اسمي شادي السيد، وقناتي متخصصة في تطوير الاعمال والنجاح الوظيفي، بشاركك نماذج واساليب عملية من خبرتي الشخصية وخبرتي مع اكبر الشركات العالمية. يا ريت لو استفدت من المعلومات المتعوب عليها في الفيديو ده تعملوا لايك عشان يوصل لناس اكتر، ويا ريت تتابع القناة. في الاول خليني اقول لك ليه انت بقى قدامك فرصة كبيرة جدا في السوق دلوقتي. الشركات في جميع انحاء العالم بقت تعتمد على الاوت سورسنج، اللي هو الاعتماد على متخصصين خارج الشركه عشان يقوموا بالشغل اللي الشركه محتاجاه، بدل ما يعينوا ناس فول تايم، لان الموضوع ده بقى بالنسبه لهم كوست افيشنت وبيفتح قدامهم مهارات من جميع انحاء العالم. وسوق الاوت سورسنج وصلت قيمته ل 302 مليار دولار في 2024، وده بيوريك الفرصه الكبيره الحقيقيه اللي موجوده قدامك، خصوصا لو انت عندك مهاره مطلوبه في السوق، وهقول لك ازاي حالا تلاقي المهاره دي. والكلام ده خلى سوق العمل يتحول من فول تايم لبروجكت بيز، او ما يعرف باسم الجيج ايكونومي، او الاقتصاد اللي قايم على المشروع، او الفريلانسنج، واللي قيمته في 2024 وصلت ل 556 مليار دولار، ومتوقع انها توصل لحد 646 مليار دولار. تعال بقى اقول لك ازاي تستغل الكلام ده ومحتاج تعمل ايه بالظبط. اولا لازم تبدا تبني بورتفوليو خدمات، او اللي انا بسميه وان مان ايجنسي موديل. ببساطه كده بتحول كل المهارات اللي عندك لخدمات ومنتجات، عشان شغلك يكون متقسم على كذا مشروع وكذا مصدر دخل. ولو ما عندكش مهارات كتير هقول لك حالا طريقه توسع بيها مهاراتك. وحوالي 21% من الناس اللي شغالين بالنظام ده بيحققوا دخل سنوي اكتر من 100,000 دولار، ودي نقطه بتوضح لك ان فكره البروجكت بيز مش بس هتديك حريه الشغل، لا دي كمان ممكن تديك فلوس اكتر من الوظيفه الثابته. طيب ازاي تبني البورتفوليو ده؟ هنا بتبص على مجال تخصصك، مثلا التسويق، وتبتدي تقسمه بالكامل لخدمات، مثلا ماركتنج استراتيجي، ميديا باينج، سوشيال ميديا مانجمنت، السي او. دول كلهم تخصصات بتندرج تحت مجال التسويق، وكلهم مرتبطين ببعض، واغلب الناس بتقدم كل خدمه منهم لوحدها. وللاسف الموضوع ده ما بقاش يجيب همه، لان الشركات ما عندهاش وقت تتعامل مع 100 واحد ل 100 حاجه. بعد ما بتحدد الخدمات دي بتبتدي تعمل خريطه للمهارات المطلوبه بناء على حاجتين: الجهد اللي هتبذله عشان تتعلم المهاره دي، والطلب اللي موجود عليها. فلو عملنا جريد وكتبنا هنا الجهد عالي ومنخفض، وهنا الطلب عالي ومنخفض، ونحط كل المهارات حسب الطلب وحسب الجهد بتاعك، هتبتدي بقى هنا تدور على المهارات اللي عليها طلب عالي وهتاخد منك جهد قليل، ودول اهم مهارات ليك ومحتاج تركز عليهم بنفسك في الاول. وبعدين تبص على المهارات اللي عليها طلب عالي بس هتاخد منك جهد عالي، وتبتدي تدور على ناس تعمل لك الشغل ده لما يكون في قدامك عميل محتاجه. وطبعا بتشيل المهارات اللي بتاخد جهد عالي وعليها طلب قليل، لانها مش مربحه، وبتخلي المهارات اللي الطلب عليها قليل وهتاخد منك جهد قليل، لانك ممكن تقدمها كنوع من انواع زياده البرسيفد فاليو، او ان العميل يحس انك بتديله اكتر من اللي بيدفع. ممكن المهارات دي تدخل في اطار الخدمه المجانيه اللي بتقدمها مع الخدمات التانيه. طيب ازاي بقى تعرف المهارات المطلوبة في السوق عشان تركز عليها وتوزعها على الخريطة بتاعتك؟ اولا بتدخل على مواقع الفريلانسنج زي ابورك وفايفر، وتبحث في مجالك وتشوف اكتر المهارات المطلوبة فيه، وتشوف الريفيوز اللي بتيجي للناس بتيجي على انهي مهارات بالظبط. وبعدين بتبص على لينكد ان وتشوف الوظائف اللي الناس بتسوق لها في مجالك. كل دي مؤشرات للطلب على المهارات او الخدمات اللي موجودة. بعد ما بتحدد المهارات اللي عليها طلب بتبتدي بقى تاخد المهارات اللي هتاخد منك جهد قليل في التعليم، وتبتدي تطورها في اسرع وقت. والمهارات المطلوبه اللي هتاخد جزء كبير منك زي ما قلنا تدور على ناس تبقى جاهزه لو احتجتهم. كده انت بقى عندك شركه صغيره لنفسك، ولحد دلوقتي كل اللي دفعته هو شويه وقت مش اكتر. ندخل بقى على تاني نقطة، وهي انك تبتدي تنوع مصادر الدخل من المهارات دي. وهنا هتبتدي تنوع العرض بتاعك ما بين انك تعلمها لحد تاني بمقابل مادي ككورسات مثلا، او تستخدمها لحل مشكلة ما عند عملاء محتملين كخدمة، او كتدريب لتيمز موجودة في الشركات الصغيرة كاستشارة. يبقى كورسات، خدمة، استشارة، دول مصادر الدخل اللي هتبنيهم من كل ده. طيب كلام جميل كده، انت عملت من نفسك شركة. ازاي بقى تسوق لنفسك ومهاراتك؟ اولا وقبل اي شيء لازم تحدد ما يعرف باسم الفاليو بروبوزيشن بتاعتك، الاوفر بتاعك. لو حد جه سالك وات دو يو اوفر او خدماتك ايه، ما ينفعش مثلا تقول له انا بعمل تسويق، في 1000 واحد غيرك بيعمل تسويق، ليه انت بالذات؟ فلازم ترد بعرض واضح وقوي. الاوفر ده برضه هيكون هو البايو بتاعتك على صفحات السوشيال ميديا، وهيكون هو الاليفيتور بيتش بالنسبه لك لو قابلت حد بالصدفه وسالك انت بتعمل ايه. وعشان تعمل عرض قوي او عشان تعمل اوفر قوي لنفسك، امشي على التمبلت دي. بتساعد مين؟ بايه؟
عشان يحقق ايه والخطوه اللي جايه اللي عايز ياخدها ايه. لو مثلا في التسويق هتقول انا بساعد الشركات الصغيره بخطط تسويق رقميه مربحه عشان يبيعوا اكتر من غير ما يصرفوا مليم زياده. لو مهتم تعرف اكتر احجز موعد من الرابط. كده الناس عارفه انت بتقدم ايه وتاثيره على البيزنس ايه، وعارفين ايه هي الخطوه اللي المفروض ياخدوها بعد كده. ولازم تركز هنا على الامباكت بتاع الخدمه مش الاوت بوت. ما تروحش تقول مثلا انا بعمل سوشيال ميديا ديزاين، ده اوت بوت. انما لو قلت انا بخليك تظهر بصوره احترافيه تخلي الناس تثق فيك وما تترددش في انها تشتري منك، ده كده امباكت. لو بتقول انا بخليك تبيع اكتر من غير ما تدفع كتير، ده كده امباكت. تاني حاجه لازم تبني بيرسونال براند. انت دلوقتي معاك اوفر وفي قيمه او خدمه او منتج تقدر تقدمه، لازم تبدا تعمل دوشه عن اللي بتقدمه وتبني مصداقيه واكسبرتيز عنها. لازم تبتدي تشارك محتوى على منصات السوشيال ميديا، تتكلم عن الاخطاء، تعلم الناس، تنشر وجهه نظرك وطريقه شغلك، تبين قصص نجاح عملتها، وما تعقدش الامور على نفسك. لو معاك تليفون وعندك صفحه سوشيال ميديا كل ده ببلاش، انت كده جاهز. قول لي في التعليقات لو عايز نعمل حلقه كامله عن البيرسونال براندنج. تالت حاجه ابدا بدايره معارفك، سواء ناس اشتغلت معاهم قبل كده او ناس صحابك يعرفوهم. اتكلم معاهم وقول لهم والله انا بقدم الاوفر ده، لو عندك ناس من الفئه اللي انا بستهدفها حطني على تواصل معاهم. كلم عملاء مثلا اشتغلت معاهم واطلب منهم يعملوا لك ريفيرال، قول لهم انا بقدم كذا وبحاول اوسع قاعده العملاء بتاعتي، لو تقدر تعمل لي توصيه مع حد اكون شاكر ليك، وهديك خصم لو اشتغلت معايا على اي خدمه في المستقبل. دي اقوى طريقه لان الناس دي عارفاك وهتشكر فيك، فانت سمعتك سابقاك هنا. رابع حاجه احضر نتوركينج ايفنت. ادخل على جوجل واكتب نتوركينج ايفنت في المنطقه كذا، في القاهره مثلا او دبي او جده حسب انت موجود فين. هتلاقي عشرات الايفنتس اللي موجوده، وده بالنسبه لك فرصه عشان تسوق خدماتك باسلوب احترافي ومع ناس عندها نفس هدفك. وقبل ما تروح الايفنت لازم تعمل بحث كويس عنه، لازم تعرف مين اللي بيحضروه، تحط اسئله عشان تناقشها مع الناس، تجهز بيزنس كارد، ولو عايزنا نعمل فيديو كامل عن النتوركينج اكتب لي في التعليقات. خامس حاجة اعمل لنفسك صفحة على الفريلانسنج ويب سايتس زي ابورك وفايفر. دي طريقة تانية تجيب بيها شغل، انك تكون متواجد على مواقع الفريلانسنج. المواقع دي طبعا بتدخل عليها شركات عشان تلاقي مهارات لمشاريعها، فلازم تبني بورتفوليو قوي عليها، تكتب التخصصات بتاعتك، الفاليو بروبوزيشن اللي اتكلمنا عنها من شوية، تحط صورتك وتحط سعرك وتبني قدام الناس ثقة. سادس حاجة لينكد ان اوتريتش بلان. طبعا لو هنتكلم عن الشغل، اول منصة لازم تركز عليها هي لينكد ان. كل مدراء وموظفين واصحاب القرار في الشركات موجودين هناك. ابتدي ضيف ناس عايز تشتغل معاها، اكتب كومنتات وتفاعل مع الكونكشنز بتوعك بشكل يومي عشان تزود الفيزيبيليتي بتاعتك. اتواصل مع شخص من الشركات اللي عايز تشتغل معاها بس فاجئه بقيمه، بدل ما تبعت تقول له انا بقدم كذا، قول انا بصيت على البراند بتاعك ولقيت انكم بتعملوا 1 2 3 وده بيأثر بشكل سلبي على ادائكم، انا ممكن اساعدك تعمل كذا، قول لو تحب نتكلم يوم كذا الساعه كذا وهبعت لك انفيتيشن. ولو عايز نعمل فيديو عن التسويق على لينكد ان اكتب لي في التعليقات. طيب ازاي بقى تحط لنفسك خطه عشان تبدا النظام ده من بكره؟ اول حاجه ابني الجي بي اس بتاعك، يعني اعرف انت شاطر في ايه، عايز توصل لايه، عايز تشتغل مع عملاء شكلهم ازاي، موجودين فين، ايه هي منصات السوشيال ميديا اللي هتركز عليها، ايه هي المواقع اللي محتاجها عشان تبقى متواجد عليها، ازاي هتتكلم عن خدماتك، هل عندك اي قصص نجاح عملتها قبل كده وتقدر تستخدمها في التسويق لنفسك، مين الناس اللي ممكن تجيبهم يساعدوك سواء بقى شباب عندهم مهارات بتكملك او تقدر تستشيرهم في حاجه. تاني حاجه ابني الفاليو والدليفري سيستم بتوعك، شوف ايه المهارات اللي محتاج تتعلمها بسرعه وباقل جهد عشان تبقى ضمن الخدمات اللي بتقدمها، ايه المهارات اللي هتدمجها مع بعض عشان تخلي العرض يبان قوي، ازاي هتسلم الشغل للعميل، ازاي هتستلم فلوسك من العميل، ازاي هتختار العملاء بتوعك، ايه هي الشروط والاحكام بتاعه الدفع، هل عندك نسخه عقد تشتغل بيها، ايه هي الاسئله اللي هتسالها للعميل قبل ما تبدا. كل ده لازم يبقى دوكيومنتد، مكتوب في ملفات، لان ده هيساعدك تقلل الوقت على التفاصيل الممله والمتكرره وتركز اكتر على الحاجات اللي بتعمل فلوس. كده انت بقى عندك شركه صغيره، دفعت ايه ولا حاجه، بداتها منين؟ من بيتك. وبمجرد ما بتبني اسم مع عميل واحد بيجي لك اكتر من عميل وبتبتدي تكبر واحده واحده لحد ما توصل لمرحله بقى اذا كنت عايز تفتح شركه بمكان ومكاتب عشان توسع الشغل بتاعك، او حتى لو عايز تفضل على النموذج ده وتنطلق بقى في حياتك، القرار قرارك، بس المهم انك بدات وبنيت حاجه من الصفر. لو في اي نقطه عايز نتكلم عنها بشكل مفصل يا ريت تكتب لي في التعليقات، وما تنساش تتابعني لو استفدت من الفيديو، انا بنزل فيديوهات كل اسبوع، والسلام عليكم.